السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. إذا كنتوا جداد على هالقناة يا ريت تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. أسفة على التأخير، كان عندي شوية ظروف، حالة وفاة. إن شاء الله ما تشوفوا شر يا رب. إن شاء الله هيك الله يغفر لكل موتانا ولكل أموات المسلمين يا رب. إن شاء الله هيك ما تشوفوا آه، إلا الخير بكل عزيز وغالي على قلبكم يا رب. يسعد لي كل أوقاتكم. أهلا وسهلا باللي انضموا لقناتنا فيهم عن جديد. يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. إذا كنتوا عم بتشوفوني الصبح يسعد لي صباحكم، وإذا كنتوا عم بتشوفوني المساء يسعد لي مساكم. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا خلينا نصلي على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هذا الكوب كيك. اليوم رح نعمل الكوب كيك. هون أنا كنت عاملة الكوب كيك هذا بعد بيوم، أنا عملته بالليل. فهذا هون تاني يوم الصبح، فابني مطلوب منه إنه يعمل شي ويجيبه على المدرسة. فقال لي بالليل، قلت ما بعرف شو بدي أعمل له. لقيت عندي متوفر مكونات الكيك، قلت لا أعمل له الكوب كيك. والحمد لله كان عندي كمان الكوب كيك أو الأكواب الورقية، كانوا عندي بس 18 واحد. فقلت له انتو كم واحد بالمدرسة؟ قال لي نحنا ماما تقريبا شي 17. عديت الكوب كيك اللي عندي، طلعوا عندي الكرتون 18 كوب. قلنا الحمد لله بيوفوا بالغرض. نوينا إنه يلا إن شاء الله بنعمل له إياها. هون كانت تقريبا الساعة شي 10 بالليل. عملت الكوب كيك، حطيت هون 5 بيضات وكاسة سكر وظرف فانيليا، خلطتهم هيك منيح. رح ضيف لهم هلا كوب شاي زيت أبيض، وكمان رح ضيف لهم بنفس الكاسة، يعني هي الكاسة تقريبا يعني أكبر من كاسة الشاي بشوي. كمان كوب حليب. رح أرجع كمان أخفقهم لحتى يتجانسوا عندي الخليط. هلأ هيك بعد ما خفقتهم رح حط المواد الجافة. رح حط كاستين طحين. طبعا الكاستين الطحين رح حطهم هيك يكونوا يعني متفرغ منهم، ما يكونوا مضغوطين، يعني على الخفيف. يعني شوفوا كل كاسة مثلا كم معلقة أخدت. تقريبا شي 4 كاسات يعني تقريبا. وإذا احتجتوا بعدين طحين فيكن تزيدوا الكمية. هلأ هيك حطيت عندي كاستين ونص طحين. رح حط لهم ظرف بيكنج باودر، وكمان رح حط لهم الكاكاو الخام. أنا هون كان عندي الكاكاو خالص، يعني حطيتهم كلياتهم. رح أضطر كمان أعمل عملت الخليط الشوكولا الكاكاو، وهلأ رح أعمل كمان نفسه أبيض. أنا صراحة هون ما نخلته، كان لازم أنخله، بس مثل ما قلت لكم الوقت كان متأخر وبدي أنجز يعني وخلص قبل الوقت، مشان كمان لحق يبرد، مشان كمان زين الكوب كيك بعد ما يبرد. حطيت هلأ المواد السائلة فوق المواد الجافة، وهلأ راح أخلطهم هيك منيح. وطبعا أنا مجهزة الفرن بهاي المرحلة، أنا شغلته لبين ما أسكب الكاسات وخلص، يعني بيكون الفرن عندي جاهز. هون كمان حطيت برش بردقان هيك بهاي الطريقة ليعطينا كمان نكهة كتير طيبة. هلأ هيك سماكة الخليط صارت عندي منيحة. هلأ رح أسكب الخليط بالبريق، أسهل علي مشان أعرف كيف عير بالكاسة. هلأ هيك شوفوا قوام الخليط هيك لازم يكون. مثل ما قلت لكم كمان إذا بتخفقوا أو تنخلوا، إذا بتنخلوا كمان المكونات الجافة قبل ما
تخلطوهم كمان بيكون أحسن. أنا أوقات بنخلن أوقات لا، فما كان عندي وقت، كان كل شي كان تقريبا على السريع. هلأ هيك بعد ما سكبت الخليط بهاد البري راح اسكبهم بقلب الكاسات. يعني هو كان حاكيلي تقريبا شي الساعة 9، يعني ما عرفت شو بدي اعمل له. صرت دور هيك شو في عندي مثلا مكونات، قلت يا اعمل له الكوب كيك يا اعمل له البسبوسة. يعني كان في عندي كمان اغراض جاهزة بالبيت. هيك المدارس دائما بتطلب من الأولاد إنهم يعملوا أكل مشان يجتمعوا ويقعدوا ياكلوا مع بعض. فكان كل مرة بعطيه صراحة يجيب شغلات هيك، عصير مثلا، عصائر، بسكويت مثلا. هالمرة لا، هو أصر إنه أنا أعمل له شي بالبيت. فكان يعني أنا لا جاهزة نفسيا ولا جاهزة، يعني إنه ما جاهزة يعني إنه المعدات تكون عندي. وطلعت معي هاي النتيجة والحمد لله. يعني كان كل شي كان تمام. كمان في عندي هذا الشوكولا. هلا هيك بعد ما سكبت الخليط نص الكوب تقريبا، رح احط على وشهم الشوكولا. واذا بتحبوا هون تحطوا كمان جوز زبيب كمان، كمان بيعطي كمان لذاذة كتير طيبة. هلأ هيك كنت أنا كمان عاملة الخليط الأبيض نفس المكونات، ما صورت لكم نفس المكونات بس من دون كاكاو. كمان هيك رح احط نص الكاس. رح زينها. هلأ هيك بلش عندي أول صينية صارت جاهزة. رح اختبرهم هيك، رح شوفهم إذا كانوا مستويين. كانوا تمام. هلا رح فرغهم لأنه بدي أرجع أعبي الصينية مرة تانية. كمان زاد عندي كمان شوي من الخليط، قلت لا أعمل هدول كمان إلنا للبيت، نحن 6 أشخاص. كمان عملتهم كل شي اتبقى من الخليط رح أحطه بنفس الكاسات. هدول كاسات حراريات خزف بيتحملوا بالفرن. رح أحطهم كمان بالفرن، ورح أحط بالصينية كمان شوية مي مشان يستووا منيح من تحت. رح احط هيك الخليط طبقات مشان اخر شي انه انا رح اخلطهم ورح يعطوني شكل كتير حلو. يعني تقريبا خلصت كل الكمية. زاد عندي شوي كمان عملتهم، كمان في عندي صحن كمان حراري بنفس الطريقة كمان ضفتهم. رح احط كمان شوية آه، كيكاو على الوش مشان اخلطهم. هلا بال بأي أداة هيك رح حركهم هيك مشان يعطوني كمان شكل كتير حلو. وكمان بيختلط الكاكاو مع السادة. كمان رح احط لها الحبيبات الشوكولا. كمان زاد عندي شوية خليط كمان حطيته بهذا الصحن. هلأ بلش يخلص عندي الكوب كيك. هلأ هيك تقريبا برد بعد ما طلعتهم من الفرن. مثل ما قلت لكم بنحطهم بالصينية إذا كان عنا الطبق ما بتحمل حرارة. يعني هن أنا هي أول مرة استخدمهم للفرن، فحطيت بالصينية شوية مي. هون كنت عاملة كمان الكريمة الشوكولا وكريمة كمان الكريمة البيضة. هلا رح زين الألوان، رح أعكس الألوان بالعكس. رح أعمل السادة حط له كيكاو أو شوكولا، وال راح احط لها الكريمة البيضة. فراح اعكس الالوان بهاي الطريقة. هيك كانت هون تقريبا الساعة كانت شي الساعة 12. استنيت لحتى برد عندي
الكوب كيك مشان كمان ارجع حط له اياهم بالبراد مشان بكرة الصبح ياخدهم. هلا هيك الحمد لله كان عندي يعني فيكي تستغني عن الزينة يعني، بس كان متوفر عندي، وبما انه رايحين على المدرسة ورايحين لعند الأساتذة كلهم أتراك، فلازم الواحد يعني يفرجي مهاراته بالطبخ، ويفرجيهم كمان كيف عنا ذوق طبخنا، وندوقهم كمان أكلاتنا اللي نحنا بنعملها. هلأ هيك بعد ما خلصتن هيك صار شكلهم تمام. كمان عندي التوت المجفف كمان حطيت على الوش، ما كان عندي صراحة غير هالكم حبة هدول حطيتهم، يعني عطوا شكل كتير حلو. هلأ هيك رح حطهم بهاي العلبة، وراح احط له اياهم بالبراد. هيك يعني اذا ما كان في مثلا الطلاب بالمدارس لا بيحسنوا يعملوا صحون، ولا بيحملوا معالق ولا شي، هيك كل واحد بياخد قطعته وبيرجع لورا. هيك مثل ما لكم شايفين تقريبا الكمية كلياتها هيك صارت جاهزة. وهدول تبعاتنا كمان تبعات البيت كمان زينتهم لبكرة الصبح ان شاء الله بناكلهم مثل ما فرجيتكم بأول الفيديو. كان تاني يوم الصبح أنا عملت قهوة الصبح، وكمان جربتها وكان طعمتها كتير طيبة. طبعا الكيك أو الجاتو كل ما بات كل ما بتحسي بالنكهة اللذيذة أكتر. هي أنا قطعتها بالليل، بس تركتها لتاني يوم الصبح لحتى أكلتها، لأنه كان الوقت متأخر وما فيني أكل شي بهذا الوقت. ولهون بيخلص معنا الفيديو اليوم ان شاء الله. هيك يا رب ينال اعجابكم، وبس بتمنى ان شاء الله هيك اذا كانت قناتي عم تعجبكم يا ريت تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد انا بنزله. برجع بقولكم انا اسفة على التأخير. ان شاء الله هيك يا رب نرجع ان شاء الله احسن من اول، وان شاء الله تشجيعكم انتو وتعليقاتكم الحلوة، وان شاء الله هيك يا رب ما تشوفوا شر. هلا هيك قطعت هي اللي كنت عاملتها كمان بالصحن، كمان طلعت كتير كتير طيبة كتير كمان لذيذة وهيك مثل ما لكم شايفين. وانتظروني بالفيديوهات الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.